قال الله الذي يوسوس في قلوب الناس، أو قال في صدور الناس؟ قال في صدور الناس، لم يقل في قلوب الناس. لماذا؟ لأن القلب في الصدر، والقلب هو الحصن، وما حول الصدر إذا أنت فتحت المجال للشيطان أن يدخل هنا وهنا 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 ويتغلغل سيصل إلى قلبك ويهلك. لكن عندما تمنع الشيطان أصلا من أن يدخل إلى صدرك، مجرد ما تبدأ بالتفكير تتعوذ بالله من الشيطان، مجرد ما يقول لك أعد الفاتحة تقول أعوذ بالله من الشيطان، لن أعيدها حتى لو أخطأت لا تعيدها. هنا أنت تدحر الشيطان وترده. جاءك وقال ترك ما توضيت، لا أنا متوضي، أنا متأكد أن الشك لا يقطعه إلا اليقين. أنت شاك، ابن على اليقين. ما أجبر التعلم والتفقه في شرع الله. جاك الشيطان مثلا وأنت في السجود ما قلت سبحان ربي الأعلى، لا أنا قلتها ولا تعيد. بهذه الطريقة أن تكبح الشيطان وترده عنك. إذن العلاج فليستعذ بالله ولينتهي. لما يأتيك الشيطان في صلاتك، في وضوءك، في أي عبادة من عباداتك، خلاص العبادة إذا انتهيت منها لا عاد تعيدها أبدا. هذه قاعدة شرعية، ما إذا انتهيت من العبادة لا تعيدها، واجعلها في ذمتي لا تعيدها، خلاص انتهى. لماذا؟ لأن إعادتها استسلام للشيطان، ونعوذ بالله من ذلك. الوسوسة أحيانا تأتيك في الخوف، يخوفك من الموت، أنا بموت. وهذا خاصة عند اللي عنده مرض مثلا، أو مثلا عنده والدان مريضان وعندهم القلب، خلاص يبدأ هو يفكر أنا أكيد عندي القلب، أي نغزة تأتي في القلب بس خلاص أنا عندي مشكلة، ويبدأ يفكر ويخاف من الموت. تخاف من الموت ليش؟ كل الناس ستموت، وهل الموت شر؟ يا مؤمن، يا من تشهد أن لا إله إلا الله، أتعلم إذا مت إلى أين ستذهب؟ ستذهب إلى الله. أيهم أحب إليك، جوار البشر وتعبهم وكبدهم، أو جوار الله الرحمن الرحيم؟ ولذلك لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، كان خايف، متى الساعة، متى تقوم القيامة؟ قال ماذا أعددت لها؟ لا يهمك متى تموت، لا يهمك متى تقوم الساعة، المهم أنت مستعد ولا ما أنت مستعد؟ هذا السؤال المهم. ولذلك لا تقلق من الموت. ليش خايف؟ لماذا تخاف؟ هل يكون شيء في هذا الكون لا يقدره الله عز وجل؟ هل تتوقع أنك أنت إذا خفت أو لم تخف سيتغير يعني يومك؟ يعني إذا تخاف راح تموت قبل شهر، وإذا ما تخاف بتموت بعد شهر، بيتغير شيء؟ أبدا لا يمكن. أجل الله قاضي ومنتهي، وأنت عمرك محدود. والله لا يمكن أن تقدم ساعة ولا تتأخر ساعة. هذا كلام الله عز وجل. أيضا الخوف من المرض. بعض الناس سبحان الله عنده خوف من العين، عنده خوف من الحسد، عنده خوف من السحر، عنده خوف من أي شيء، وكل يوم في المستشفيات، وكل يوم تأتي إلى البيت تجد فيه 60 دواء و60 علاج. لماذا هذا الأمر؟ لماذا كل هذا؟ هذا وسواس يا إخوة. ترى بعض الناس يظن أن الوسواس فقط في الوضوء وفي الصلاة، لا، الوسوسة عندما يأتي الإنسان خايف لا يمرض، وكل يوم هو عند راقي، ويسافر إلى أبعد الأماكن من أجل الرقية. وهل الرقاة هؤلاء هم يعني ملائكة منزلة؟ قد يكون الراقي هو سبب هلاكك أصلا، لأنه راقي غير متخصص، فيوهمك أن فيك سحر أو عين وأنت ما فيك شيء أصلا. أنا أعرف موقف حصل لي أنا شخصيا. ذهبت برجل هو وامرأته إلى أحد الرقاة، أنا قرأت على زوجته، كنت إذا قرأت عليها تتقلب أمامي تقلب، تقول هذه فيها 60 شيطان. ثم ذهبت بها مع هذا الرجل إلى أحد الرقاة في القصيم، وهو رجل يتكلم معك بالعقل قبل أن يقرأ عليك القرآن. فكنا جالسين في نفس المجلس، وكان الرجل يتكلم معنا والمرأة في طرف المجلس تتلوى. تعرفون الإنسان الذي لديه هاجس أن فيه سحر أو مس، يبدأ بس مجرد ما يرى قارئ أو راقي أو على طول يتقلب. العقل الباطن ملعوب فيه، منتهي، خربان، عبث فيه شد العبث. وهذا الراقي لا يأبه بها ولا يرد عليها. وبعد ربع ساعة جلس أمامها وبدأ يقرأ بعض الآيات، وهي بدأت تتقلب وبدأت وتكشف حجابها للأسف، ويعني شيء مؤلم والله. يعني أنا أنظر إليها وأقول سبحان الله، كيف تستطيع أن تتحمل هذا الأمر؟ فلما انتهى قال لو أن فيك سحر
فإن زوجتي التي في البيت طالق طالق طالق، والله ما فيك إلا العافية، وأن ما فيك إلا الوهم، وأن ما فيك إلا عقل باطل قد أتعبتيه وأهلكتيه بكثرة الوسواس. وقال لها اقرأي هذه الآيات، آية الكرسي والمعوذات، وأعطاها الطريقة الصحيحة بالاعتقاد بالله واليقين بالله. والله أتينا بعد يوم أو يومين، لا أذكر الآن، فقط يوم أو يومين، قرأ عليها مرة أخرى، وإلى هذا اليوم وهي شافية معافاة، والفضل لله عز وجل. انتهى الذي فيها. لأنه ماذا؟ هنا المشكلة، الوسواس، الهم. الواحد يظن خلاص أي شيء يأتيه أنه مريض، ثم لا يبقى طبيب ولا مستشفى. يا أخي جسمك هذا تخربه بكثرة الأدوية والإبر والأشعة والعلاجات والبنج. الحمد لله لن تموت نفس قبل يومها، ولذلك افعل الأسباب لكن لا تكن مفرطا. يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل يعقل أن الله سيكلفك ما لا تطيق؟ أنت عندما تتوضأ هل لأنك نجس تتطهر؟ لا، ليست أنت نجس، ما أنت وسخ، أنت نظيف طاهر. المسألة تعبدية، ولذلك إذا ما وجدت الماء تيمم بالتراب، اضرب ضربتين وانتهى الموضوع. هي القضية تعبدية، فلماذا المبالغة؟ ربي ما يمكن أن يجعل عليك في الدين من حرج. أرجوك لا تفرط في هذا الأمر. انصحوا من ترونه يجلس، يعني بعض الأحيان يجلس الواحد ساعة في الحمام وهو يغسل يغسل يغسل. لماذا يا أخي؟ هذا ليس بصحيح. حتى الإنسان الذي عنده مشكلة في أمور الدين والعقيدة، متى يكون الإنسان محاسب يا إخوة؟ ما هو إذا وسوس وفكر، لا، الله عز وجل لا يؤاخذك بما تحدث فيه نفسك أبدا. ولذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله أجبت فعلت. متى يكون الإنسان محاسب؟ اسمع لهذه الآية. قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني إذا نفسك تحدثك بالكفر فقط هواجيس، ربي ما يحاسبك، لكن إذا أقريت هذا الأمر وعملته هنا يحصل غضب الله. فلذلك الوسوسة لا تؤثر فيك. ربي عز وجل رحيم بك. الله سبحانه وتعالى عندما يجعل فيك النفس اللوامة فمعناه هذا صريح الإيمان، فاثبت وجاهد نفسك. ثانيا، الشك يا إخوة لا يزول إلا باليقين، ولذلك دائما ابن كل عباداتك على اليقين. اترك الشك. أنا والله أظني ما سويت، أظني ما قرأت، خلاص مجرد ما تبدأ في أظن اقطع الشك، خلاص ما راح أعيد، ما راح أعيد. والله يا إخوة علاج الوسواس بترك الوسواس، انتهى الموضوع. ولذلك إذا أردت العلاج اترك، اقطع، حتى لو انك شاك انك ما توضأت اترك، خلاص ما دام ما في يقين. وأيضا ثالثا يا إخوان، هناك عوامل تساعد الشيطان عليك، ابتعد عنها. ما هي؟ الاستجابة لوساوسه، عندما يوسوس لك تستجيب. مجرد ما تسلمه رقبتك والله لن تقف إلا في جهنم، بس سلموا نفسك. فلذلك مجرد ما يأتيك لا انتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله وانتهي، لا تفتح له المجال. ثانيا العزلة. بعض الناس ينعزل عزلة، يجلس بالساعات الطوال لوحده ويبدأ يأكل في نفسه ويبدأ يفكر. انتبه من العزلة، خاصة إذا كان معك أعراض الوسوسة، انتبه منها، هذه خطيرة جدا. إذا أنت في بيتك يا أخي الكريم أحد تحس أن عنده آثار الوسوسة وبدأ بالعزلة، أخرجه ولو بالقوة، ولكن بالأسلوب الذي لا يجرحه. وذلك من المهم يا إخوة أن ننتبه لهذه القضية. أيضا الحساسية الزايدة، بعض الناس حساس، أي كلمة تؤثر فيه، أي موقف يؤثر فيه، أي تصرف يؤثر فيه. هذه الحساسية تحرق قلبك. قلبك طيب يا أخي، لا تملأه بالهم والغم والوهم والوساوس والتعب. ريح نفسك، والله الدنيا لا تستاهل زعلك ساعة، كل الدنيا هذه والله لا تستحق أن تغضب من أجلها. فأترك الحساسية الزايدة، تتعب وتتعب من هم حولك. أيضا مخالطة الموسوسين. بعض الناس ما يستشير في الرقية إلا اللي مثله، اللي مؤمن أن العين فيه. يا أخي ما دام تخالط اللي مثلك فلن تتغير. اذهب إلى من هو أفضل منك وأحسن منك، وابعد عن الموسوس ولا تخالطه أبدا، لأن هذا الإنسان سوف يتعبك كما أتعب هو نفسه. أيضا عندما تخاف مثلا من الموت أو المرض، لا يمكن أن يكون في قدر الله إلا ما كتبه الله. والله لا خوفك يقدم ولا حرصك يؤخر، هذا قدر الله نافذ
وخلك مرتاح مطمئن واثق بالله عز وجل. أيضا وهذه نصيحة لنا كلنا، أي شخص محيط بمن فيه أعراض الوسوسة لا تهمله يا أخي الكريم. هذا الإنسان مريض، هذا الإنسان محتاجك. شوفوا يا أخوان، مرض النفس أشد من مرض البدن، مرض الروح أشد من مرض البدن. تجد الإنسان في صراع، في تعب، في هم، لا ينام الليل ولا ينام النهار. الهم هذا يا إخوة جندي من جند الله يعذب به العباد. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة احذروا، انتبهوا له أحبابكم، أخرجوهم من عزلتهم، ساعدوهم، قفوا معهم، ارفعوا الروح المعنوية لديهم. حاول عندما يتوضأ أن تقف معه وساعده على الوضوء، ساعده على الصلاة، نبهه من بعض الأخطاء. يعني لا تذهب به إلى كل راقي وإلى كل طبيب فتعبث به. يعني بعض الناس للأسف هو الذي يعدم من هم حوله، كل يوم هو ساحبه في بلد وكل يوم موديه مستشفى. لا يا أخي، العلاج اذهب إلى من عولجوا، إلى من تشافوا من الوسواس واسألهم كيف تشافوا. لا تجعل ابنك أو حبيبك تجربة، اذهب إلى نفس الشخص الذي شفاه الله وقل كيف شفيت، كيف عالجت نفسك، استفد من تجربته، ابدأ من حيث انتهى الآخرين. تعالج من تحبه وتحفظه من الشر. كذلك أيها الإخوة ابعدوا عن الأمل الكاذب. ما هو الأمل الكاذب؟ هذا خاصة عندما يعني إنسان مثلا لديه مرض خلاص مستعصي لا يمكن علاجه، في بعض الأمراض لا يمكن علاجه، خلاص معاق لا يمكن أن يعالج. إنسان أصيب بالعمى خلاص لا يمكن يعالج. ما الحل؟ ليس الحل أن توهمه أن هناك أمل وهناك، هذا غلط. بعض الناس من طيبة قلبه يبعث الأمل فيه وإن شاء الله ونبي أنك تبي تمشي وإن شاء الله، هذا غلط. الصح أن تجعله يتأقلم مع حياته الجديدة، ليس الصح أن تجعله يتعلق بوهم لا يستطيع أن يصل إليه فتقتله أنت من حيث لا تشعر. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن هذا الأمر موجود ومنتشر، ولو فتشنا نحن في أنفسنا قد نجد في أنفسنا شيء من هذا. ننتبه يا إخوة، لا تهلك، لا تغفل عن الله، اجعل ارتباطك بالله كبير، اجلس مع الأشخاص الإيجابيين الناجحين، ابعد عن الناس اللي يغلب عليهم الوهم والحساسية والشكوك والظنون، وتعيش بإذن الله سعيدا. ودائما استعن بالله ولا تعجز، وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان مهما بلغ كيده فوالله إن كيده ضعيف.